تعالوا النهاردة على السؤال الحلو ده، وهقول لكم ازاي نحبب اطفالنا في البروتينات. لو طفلك مش بيحب ياكل البروتينات خالص هقولك على طريقة سهلة، لان انا في الاول وفي الاخر ام زيكم برضو، وبحاول افكر معاكم ازاي ندخل لنا البروتينات. وعلى فكرة البروتينات مش مجرد ما نسمع كلمة بروتين نبقى نفتكر اللحمة والفراخ بس، لا هي لها بدائل تانية كتير زي البروتينات النباتية، وهنتكلم برضو عليها النهاردة في الفيديو ده ان شاء الله. طيب احنا ليه بنتكلم عن البروتينات ومهتمين بيها قوي كده؟ لان البروتينات هي وحدة بناء العضلات بتاعة جسمنا وجسم اطفالنا، وكمان بتدخل في تكوين الاجسام المضادة اللي هي بتقاوم الامراض، يعني الاخر كده مهمة جدا للمناعة بتاعة اطفالنا، وكمان بتدخل في تكوين الهرمونات بتاعة جسم طفلنا اللي بتظبط الحالة بتاعة الجسم كلها. عشان كده احنا مهتمين بالبروتينات وبنوصي بيها جدا ان الطفل ضروري يوميا ياخد بروتينات في وجباته الغذائية. طيب ازاي بقى ندخل اللحوم الاول كده لاطفالنا؟ انتوا تسمعوا يا جماعة عن الحواوشي والكفتة والبرجر، اعملوا الحاجات دي في البيت. مجرد ما هتدخلي فيها لو حتى جزء بسيط من اللحمة المفرومة مثلا هتلاقي طفلك حبها واكلها، لان مجرد ما بيسمع مثلا كلمة انا هعمل النهاردة برجر يا حبيبي هيفرح معاكي خالص، وكمان هيساعدك في المطبخ لانه بيحب شكله، بيحب شكل البرجر. كلمة برجر اصلا لوحدها كده كلمة تفتح النفس، فانتي لما تعمليه له في البيت وتحط له مثلا في العيش الكايزر وتحطي له معاها ورقه خس او جرجير او اي خضروات ورقيه، هيفرح جدا بيها وهيعمل معاكي كمان الاكل بتاع البيت وهياكلها معاكي بكل سهوله. الكفته دخلي فيها اي حاجه انت عايزه تدخليها، دخلي فيها خضار، دخلي فيها كوسه مفرومه، دخلي فيها بطاطس، دخلي فيها فول صويا، دخلي فيها لحوم فراخ بقى او لحمه مفرومه. كل اللي انت عايزه تدخليه في الكفته. برضه هو بيحب شكل الكفته الصوابع كده يمسكه وياكله. طبعا احنا مش بنعامل الاطفال يا جماعه زي الشخص الكبير ونديله قطعه لحمه مثلا مسلوقه كده او محمره. الطفل ممكن يجيله تجربه سيئه من اللحمه ويكره اللحمه بسبب النقطه دي، ان هو مثلا تديله قطعه لحمه عايزاه ياكلها فهو يا حرام حاول يمضخها كتير مش عارف يبلعها، فاضطر ان هو يبلعها بصعوبه، وقفت في زوره، عملت له وجع في زوره. الموضوع ده ممكن يتسبب ان الطفل ما ياكلش لحمه تاني خالص. فانتي الطريقه بس طريقه التقديم بتفرق جدا مع الطفل. المكرونه بالبشاميل ما تدخلي فيها اللحمه المفرومه. تسمع عن المكرونه بالوايت صوص والكلام ده، دخلي معاها لحمه مفرومه متعصجه. تسمع عن المحشي باللحمه المفرومه. كل دي طرق سهله وانا متاكده ان انتوا عارفينها كويس جدا، وعارفه كمان طريقه التحضير وانت استاذه في عمايلها، ولكن انت ممكن يكون بس يعني غايب عليك الموضوع شويه، او بتنسي او بتستسهلي مثلا وبتقدمي اللحمه مسلوقه وخلاص لاطفالك. فالطريقه دي مش بتنفع مع الاطفال للاسف، وبيحبوا اللحوم في شكل كده يكونوا هم حابينه. طيب لو طفلك بقى نباتي ومش بياكل اصلا البروتينات الحيوانيه دي خالص، ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، انت هتديله البروتينات النباتيه. زي ايه؟ عارفين الحمص اللي هو بتاع الطبيخ اللي هو الكبير ده، بتسلقيه وبتهرسيه وبتديهوله وتعمليه زي الفول كده عليه عصره ليمون ومعلقه زيت زيتون، بيبقى جميل جدا. اللوبيا، الفاصوليا، العدس، الفول، الحاجات دي كلها مصدر جميل جدا للبروتينات النباتية. هي صحيح اللحوم والفراخ دي فيها بروتينات حيوانية الجسم ما يستغناش عنها، ولكن على أسوأ الفروض لو طفلك مش بياكلها خالص استبدليها بقى بالبروتينات النباتية دي، فيها برضو بروتينات مهمة والجسم محتاجها وضروري ان الطفل ياخدها.